قصتنا اليوم هي قصة عروس فقدت بصرها ليلة زفافها. الكل يفرح لهذا اليوم، كل البنات وأم البنت وخالة البنت والكل يجمع من أسبوع أو 10 أيام استعدادا لهذه الليلة. بدأت يعني من بعد العصر العروس تتجهز، بدين هو الكوافيرة مع أمها. أمها قالت ايش غير عيونك؟ يعني من باب المزاح، شو اللي غير عيونك؟ قالت الكوافيرة لا هذه يعني عدسات خضر ركبناها. قال خلاص إذا ننزل. الأم نزلت في الدرج، على ما نزلت العروس تقول للكوافير ليه طفيت اللمبات؟ ما طفيت اللمبات، اللمبات موجودة. قالت أنا ما أشوف شيء. اتصلت على أختها الكبيرة قالت تعالي، جت قالت أختك ما أدري ايش فيها؟ ايش فيك؟ قالت ما أشوف شيء. وشو أسوي حركة؟ ما أشوف شيء أبدا. صار لغط وصار امش تعال، جت الأم جت الخالة جت استدعوا الأب. قال شو الحل؟ ايش فيك يا بنت؟ ايش جاء؟ قالت ما أدري، فجأة كذا اللمبات ما صرت أشوفها. تشوفينها الآن؟ قالت ما أشوف شيء أبدا. أي فجاء الأب والأم وجت أم الزوج، شوف البنت قدام عينك طالعيها، شافتها؟ قالت ما أنا شافتها اليوم المغربي زينة جميلة وزينة. قال الأب استدعوا الزوج. جاء الزوج، جاء أبو الزوج قال يا أخوان ترى هذه الآن العروس قدامكم، ما أدري وش اللي جانا وش جاء البنت من قبل نص ساعة تشوف الآن ما تشوف، والرأي لك يا ولدي. قال لا والله أنا يعني ايش تبي تسوي؟ قال والله ما أدري، البنت ما راح تنزل للصالة، ما نقدر ننزلها، ما نقدر ننزلها. قال الزوج أنا أبى أخذها للفندق. يقول أخذها وتعذر وقال إنه جتها أزمة صدرية وكذا واضطرينا نوديها وإن شاء الله تبي تجي آخر الليل. أي أخذوها وعاشت مع زوجها. اضطر انه يجيب شغاله لها ويخدم البيت، واستمر على هذا الحال 7 سنين ورزقها الله ولدين. لا اله الا الله. هي عمية. وفي تعاطف من البيت، نطبخ لك نجيب لك نودي لك تعاطف. طلع وفي والله. نعم. قالوا يمكنها من الكوافيره في البدايه يعني، واخذوا من اثر الكوافيره اشربي غسلي، ما في شيء ابدا. بعد 7 سنين كذا تقول الساعه 10 الضحى قبل الظهر اتصلت اختي قالت يا ام فلان؟ قالت نعم. قالت ترى امي تطلب الحلم، تطلبك الحلم، توفت امي الان الله يرحمها الله يغفر لها. الله تقول بمشي كذا والعيون فتحت. لا اله الا الله. تحت العين فتحت. سبحان الله. حتى من القريب ربما الانسان يعني مثل ما يقول ينظر حتى نفسه.